أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. في علاقات كتير جدا بتبدأ بحب كبير وتنتهي بتعب أكبر، مش عشان الحب خلص، لأ، عشان احنا فضلنا متمسكين بحاجة كانت بتأذينا واحنا شايفين انها بتساعدنا. يمكن تكون انت دلوقتي في علاقة مش مرتاح فيها بس مش قادر تمشي، حاسس ان في حاجة غلط بس مش عارف تسميها. إذا كنت من النوع ده فالحلقة دي عشانك، علشان تفهم هو اللي انت فيه ده حب فعلا ولا مجرد تعلق وخوف واحتياج. إحنا اتربينا إن أي مشاعر قوية تبقى حب، إن اللهفة حب والغيرة حب والخوف من الفقد برضه حب، بس الحقيقة إن في فرق كبير جدا بين إنك تحب حد وبين إنك تبقى محتاجه، لأن الحب الحقيقي بيخليك هادي ومطمن وحاسس بالأمان، إنما الاحتياج بيخلق قلق وخوف وبيخليك دايما تفكر طول الوقت هل هو هيبعد، هيتغير، هيسيبني. الحب مش بيستنزفك، الحب مش بيخليك كل يوم تسأل نفسك هل أنا كويس ولا لأ. الحب مش بيخليك تقلق من فكرة إنك تكون على طبيعتك. فلو العلاقة اللي انت فيها مخلياك طول الوقت مرهق نفسيا، فمحتاج تقف مع نفسك وتسأل هو أنا بحب ولا أنا متعلق. في نوع من العلاقات مش بيعلّي صوته ومش بيخون، مش بيعمل حاجة واضحة يتقال عليها مؤذية، بس رغم كده أنت تعبان، الكلام قليل، الاهتمام مش ثابت، الحضور مش دايم، بتحس إنك لوحدك حتى وأنت معاه. العلاقات دي أخطر بكتير جدًا، ليه؟ لإنها مش بتدّيك سبب واضح تمشي، وفي نفس الوقت مش مدياك راحة تكمّل، بتخلّيك دايمًا في النُص، لا مرتاح ولا قادر تسيب، وده طبعًا بيستنزفك على المدى الطويل من غير ما تاخد بالك. أكتر حاجة بتوجع إنك تبقى شايف إن في حاجة ناقصة بس بتحاول تقنع نفسك إنها كفاية، والسؤال اللي بيوجع بجد مش ليه العلاقة دي تعباني، السؤال الحقيقي ليه أنا مكمل فيها. في ناس بتكمل عشان خايفة من الوحدة، وناس تانية بتكمل عشان شايفة إنها مش هتلاقي حد تاني، وناس بتكمل عشان اتعلقت مش بالشخص لكن بالإحساس اللي كان بيديه في الأول. إحنا أوقات كتير مش بنحب الشخص اللي قدامنا، إحنا بنحب النسخة اللي تخيلناها منه واللي كان عليها في البداية، وبنفضل مستنيينها ترجع حتى لو مفيش أي دليل إنها هترجع، وده بيخلينا ندي فرص ونسامح ونبرر لحد ما ننسى نفسنا. لما تلاقي نفسك بتبرر أكتر ما بتنبسط، لما تلاقي إنك دايما اللي بتبدأ، اللي بتسأل، اللي بتصالح، لما تحس إنك محتاج تبقى شخص تاني عشان العلاقة تكمل، لما تحس إنك لوحدك جوه العلاقة، ولما تبدأ تشك في قيمتك بسبب تصرفات حد تاني، اعرف إنك غلط، لأن العلاقة الصح مش محتاجة مجهود علشان تثبت إنك تستاهلها. العلاقة الصح بتخليك تحس إنك كفاية من غير ما تحارب علشان ده. أصعب حاجة ممكن تعترف بيها إن مش كل حب ينفع يكمل، وإن في علاقات نهايتها هي أنضف حاجة فيها. مش كل حد بنحبه مناسب لينا، ومش كل بداية حلوة لازم نهايتها تبقى أحلى. أوقات كتير أكبر حب ممكن تقدمه لنفسك إنك تمشي، مش ضعف ولا استسلام لكن وعي إنك تستاهل راحة مش حرب مستمرة. لو انت في علاقة مخلياك تايه متردد مش عارف انت مبسوط ولا تعبان، فده في حد ذاته رسالة. اسمع نفسك، مش كل حاجة لازم تتحملها ومش كل حد لازم تفضل متمسك بيه. أوقات كتير اللي محتاج تتمسك بيه بجد هو نفسك، علشان في النهاية العلاقة اللي تستاهلك هي اللي تخليك أقرب لنفسك مش بعيد عنها.